هناخد الجرين والهايت او الهايت. خلاص هناخد اللي هو ايه الهيد الكاميرا الميد ارم ايه ماشي. اول حاجه عندنا اللي هو الاكيوبمنت بتاعتنا اللي هو السكيل، وطبعا يبقى ايه السايد بتاعه هتضريب الايه اللي هو السايد الايه ماشي. ده اللي هو ايه بالانس سكيل للاطفال اللي هم الايه الوليد والايه والالفا ماشي. في عندنا سايد تاني اللي هو الايه الستاندنج سكيل، ده للاطفال اللي هم يقدروا ان هم ايه يستاهلوا ماشي. اول حاجه عندنا الاكيوبمنت اللي احنا قلنا السكيل معايا ساوي صغيره او ساوي اللي هو الميد بتاعها يبقى نجلكتد او ايه او بيبر. بستخدم ايه بيبر تبقى ديسبوزبل بحطها بين الايه الستاند اند الايه اند الارض ماشي. بيبقى معايا اللي هو صوت الموسيقى عشان اعمل ايه للسكيل بتاعي ماشي. اول حاجه اعمل الستيب ان هو الستيب بتاعي ده النوع شغال وكده باخد صوت الموسيقى خالص واخد الايه كلين وان ايه دايركت من الفار للايه للليفت سايد كده. دي طريقه ثانيه لو استخدمت اكتر من ايه من قطن بستخدم اكتر من ايه من قطن ماشي. خلاص واعملها ايه طريقه ثانيه بالكليننج وكده اهو، يا اما تعمل دي يا اما تعمل دي. وان سايد ايه تو سايد وان دايركشن ما عملتش ايه ريجيشن. طريقه ثانيه ان انا اخد ايه سيركولار موشن من الانر للايه للاوتر من الانر للايه للاوتر تعملي واحده منهم بس ماشي. عملت كلين للسكين بتاعي بيبقى معايا ساوي كده او بيبر واحطها على الايه على السكين. باخد الكلين بتاعتي كلها واروح على الايه على اللي هو الايه المادر كده واعمل لها سكين للايه. باخد السكين بتاعي بعمله طبعا عن ايه عند تبقى الفيرمو بتاعتي عامله ايه كلوز للويندو عند اي تراكتس ويبقى الفيرمو بتاعتي كلها فوق ماشي. باخد البيبي بعد ما بعمل له اندرس ما يبقاش عليه ممكن الاني بتاع ضغط الكلوزس. ممكن لو خدت البامبرز اعمل له ويت بعد كده ماشي. واروح طبعا ايه الاول بيبقى اتاكد ان هو اتظبط على الايه على الزيرو. باخد البيبي بتاعي داخل كده عند السكين والهاند بتاعتي طبعا ايه عند تظبط ايه تظبط ستايل عشان الاول خالص عشان خاطر ايه ان انا اعمل ايه اعمل تظبط البيبي عشان ايه اما هو يحصل له ايه كولنج اوت ماشي. بعد كده طبعا السليبريشن ده لازم يبقى ايه سيستم بقرا اللي هو القراءه بتاعت الميد بتاعته. بعد كده باخد البيبي خلاص اوديه الايه في المذر بتاعته واعمل له ايه دريس ماشي. بعد كده بعمل ايه الوصفات اللي في الصدر بتاعي. بعد كده بعمل ايه بعمل كلين بعمل دي وصفات واعمل كلين الايه للبيبي بتاعي. في مشاكل عايز حد يختار؟ بصوا خلي بالكم اول حاجه لازم السكيل بتاعي يبقى الكالبريشن بتاعته ايه. اول حاجه اتاكد ان هو خلاص دلوقتي اعمل له ستيب. ثاني حاجه ان هو ايه يبقى ضبط للايه للزيرو. بعد كده ان هو لازم الكالبريشن ده يبقى فيه فري ما ينفعش ان انا بكون بعمل ويتنج للطفل والايه والكالبريشن في الاذر ايه سايد ماشي. السكيل لا احنا قلنا من الفار سايد خلي بالكم من الحاجات الغلطات اللي هي البسيطه من الفار سايد للايه للجيم سايد. هي قطنه واحده بس تكون دايركت خط المتاكد لا ما هي قطنه واحده بس هي خط يعني بس كده من الايه الفرق نير وان دايركشن من الايه للنسبه وان دايركشن خلاص. نعم ما بتعملش حاجه
بعمل بيها كده. ولو في حد ان هو مثلا محتاج مني انظر كتب باخد كتب ثانيه وايه واشتغل فيها. ماشي. تعمل الفار سايد بالهول دايركشن. في بقى عشان تبقى الويت بتاعها يبقى نجلكتد. كده بعمل تدريب للموتر البروسيجر، وبعمل هاند ريست الايه بعد كده بعمل بوت دنتي طبعا. سنتر اوف السكيل الهاند عامل ازاي and read the weight. وبعد كده document. الاول بعمل ايه؟ انا بعمل تدريب الموتر واعمل له ستاب خلاص. طبعا اكيد طبعا ايه اعمل دوكيومنتيشن للبيت بتاعي، وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل الويت تحت خلاص. حد تاني يعمل ايه؟ تعالى بحضر الاسمنت بتاعتي، بيبقى معايا السكيل ومعايا التاول بتاعتي، معايا السكيل ومعايا التاول بتاعتي ومعايا النوت ومعايا البن. عايزين نعمل بس الايه واول مره ومناسبة بتأكد ان السكيل بتاعي على زيرو شغال. ابتدي احط التاول بتاعتي، اعمل اكتبلان بروسيجر للموتر عشان يبقى معايا ان هي تعمل موفر اللود بتاعت البيبي. بعمل لود بالويندو او اللود، بعمل هرمون. ممكن اعمل ريموفر للدايبر او ممكن اوزنه واقلل منه، ممكن اوزنه او ممكن انتوا قدامك الدايبر بعدين حاسه ان في بعض الاطفال بتقول تعمل ايه في الدايبر بتاعي. اعمل سبورت كده بالهاند عشان ما يحصلوش اي كولينج وزود تاتش. بشوف المفروض ان السكيل بيبقى فيستومي، باخد الوزن بشيله بدل الوزن بتعمل له كلوزنج. ابتدي اعمل ديسكارد للتاول بتاعتي واعمل كليننج وان دايركشن من الفصل. الميكس مشاكل دي طريقه اللي هو الفيك اللي هو الايه الاطفال هم اقل من كام؟ اقل من سنتين. ماشي. اللي هم المور ذان 2 years دايما عندنا اللي هو الستاندنج بايه فيه ماشي. بيقف طبعا الطفل طبعا العاب بتاعته بيبقى طبعا ايه لايت جاون عشان خاطر اللي هو الايه اللي ما يحصلوش اي، ما يتعرضش لاي جو عشان اللي هو الست والسكيورتي بتاعته يبقى لابس ايه لايت جاون ويقلع الشوز والايه والسكيرت بتاعه ويقف على الايه السكين. برضه احطها ايه عند حاطه فيبر وكده. وطبعا باخد اللي هو الايه الريدنج بتاعته زي ما احنا قلنا. لو في عندنا طفل مثلا في سن الصدر وعنده قرص اسماعيليه ومش عارفه ان انا اعمل له بيت او اوقفه على السكين، بعمل ايه؟ بوزن الام لوحدها وبوزن الام والبيبي وبطرح الوزن منها هعرف وزن البيبي. بخلي المرض بتاعت الطفل ده ان هي في البيت بتاعها اوزنهم الاثنين مع بعض خلاص. وطبعا ايه اخليها بعد كده توزن لوحدها واعمل لهم ايه واطرح وزن الام من ايه من وزن البيبي مع ايه الطفل يطلع وزن الايه الطفل. ماشي. ده اللي هو البيبي. بعد كده تاني حاجه عندنا اللي هو عايزين اللي هو السكين اهو جابته. التدريب السكين حد يعرف يجيبه؟ هو فين؟ ما هو ده هو لا على زيرو وهو شغال. هو على زيرو وهو شغال كويس خلاص. بقول له الستايل طبعا عامل سكين للخطه. تعالي يعني طبعا ايه بقى هو الايه الشوز لكن برضه هو يكون ايه ستريت باخد هو الايه
عند السايد. ماشي؟ الدكتور مش طيب. بالنسبه لنا في ان هي تبقى ايه؟ تاتش الهير. مخطوط مره واحده على الجزء ده تبقى دنسي بحيث ان هي توصل باعلى حته في الايه؟ في الهير. خلاص اعلى حته فين؟ في الهيد. ماشي؟ تيجي ان انا اخد اللي هو الايه؟ القراءه بتاعت اللي هو الايه؟ بتاعت الهاي بتاعت السايد. ماشي؟ ده ان هو اللي هو اللي في الاطفال الاكبر من 2 خلاص ويجي الهاي. بعد كده هناخد الليست ده بناخده منين؟ اللينس العالي من 30 خلاص. اول حاجه الفكر بتاعي بيبقى طبعا لازم يبقى عندي فلات سيرفيس. هارد فلات سيرفيس. خلاص هارد فيرم سيرفيس. هارد فيرم ايه؟ سيرفيس. ماشي؟ يبقى معايا طبعا ميزانينج ايه؟ ماشي يبقى معايا ايه؟ البن والنوت. اول حاجه انا باجي عند الهيد لازم يبقى معايا السيستم. لازم يبقى معايا ايه؟ السيستم. اول حاجه عند الهيد باخد كده اعمل حته في الايه؟ في الهيد اللي هي البيسك واروح عامله ايه؟ بوينت. ماشي؟ وافرد الليج. اتاكد ان هو الليل بتاعتي ستريت ما فيهاش اي ايه؟ اي رجل او ليل. اخد اللي هو 2 ني توجذر واعمل لهم ايه؟ فوت ايه؟ فوت لغايه ما يوصلوا فوق ايه؟ اكستنشن. ماشي كده. واخد انذر ايه؟ بوينت عند الايه؟ عند الني بتاعت الايه؟ الستايل. بشيل ريموف الستايل خلاص. اعمل دي النقطه تعمل بوينت. وطبعا اعمل ميثود للايه؟ بتوين 2 بوينت. خلاص. وطبعا هعمل لها ايه؟ اصلا كانت ابنورمال ولا ابنورمال عن طريق اللي هو المنظر ايه؟ الرينج بتاع الناس بتاع الايه؟ الاختيار ده اكون جزء الايه بتاعه. ماشي ده ازاي؟ تعالي نخليه حواري. اصعبت عليا. هو اللي هيقولنا من فوق عملنا ان هو الجزء اللي موجود بس بص اللي بس بشكل هنقولها دلوقتي. اول حاجه يبقى معانا بنت. تعمل ايه؟ سبورت للبيت او العناصر اسيستنت وكده. بعد كده تعملي ايه؟ بعمل تليفوني توجذر خلاص واعمل بوتنج لغايه ما ايه؟ ما يحصل لهم ايه؟ فول ايه؟ اكستنشن. كده اخد ايه؟ كده باخد لا كده برضه نفس الطريقه زي العموديه. الان بتعملي مع الايه؟ مع خلاص دي بتاع ايدنتيتي كده خلاص. ادي تاخد ايه؟ الميزورنس من الايه؟ تبقى كده خلاص. واعمل كونفرجن بين دول ايه؟ النورمال ايه؟ ريت. ماشي؟ ده برسمه حاجه اسمها الميزر سبور بطل جديد اللينس. ده لو موجود بنقيس عليه، لو مش موجود بنقيس ايه؟ بالميزر اللي معايا خلاص. ده فيها جزء ثابت والجزء الثاني ايه؟ لو استخدموا بعمل له كلينيك كلين خلاص. وان دايركشن بحط الموف ايه؟ على ولو في عندي فاول بحطها اندر ايه؟ برضو الهيد بتاعت البيبي زي كده بتبقى عند الايه؟ الجزء اللي هو الايه؟ سكس كده. ماشي؟ حتى طبعا
طبعا يبقى عامل لسه بوست للهيد واخد اللي هو الكيدني توجذر واعمل لها ايه بوست لغايه ما توصل فوق ايه السيستم، وعن طريق اللي هو الجزء الايه المباشر المتحرك خلاص اجيبه عند الايه عند الايد بتاعت الايد خلاص. كده يعني بس كده وصفها ايه برضه وصف عند 41 ايه صعب نفس المثل. ماشي سهله ولا صعبه؟ سهله. حد يعملها لنا؟ تعالي كده الاول اعمل سبورت للهيد كده واستاخد الايه السو ايه نجيب البيضه واعمل ايه اهو كده وبعد كده اجيب الايه عند الهيد واقرا ايه اخد الهيد من تحت. ماشي انا كنت بتستهونوا بالحكايه مفاهيم بتطلعوا تعملوا هيبقى طبعا ان شاء الله. بعد كده ناقص بقى اللي هي السيركمفلكس والشيست والميدقار كده بعد كده هناخد اللي هو الايه الهيست الكفر. هناخد ايه الهيست الكفر وانا باخد الهيست الكفر في الاسلوب متر التحتي الميجر الكتاب واكون عامله طبعا عامله ايه كبير بايه طبعا هجمع اللي هو الايه الكتاب بتاعي كده عشان يبقى البط اللي هشتغل بيه هو ده البط اكل من كل الايه السير بتاع الحاجه اللي ايه اللي الهيست الفقرة بمر بثلاث حاجات باخده من عند الأسفل يعني أبابه الإير وعند الفورهيد من اول حاجه الفرنسا خلاص الفرنسا اباكل ايه اباكل الايبو خلاص اباكل ايه هنا خلاص عند الايه ايه معايا اباكل ايه من فرنسا الكون اباكل اللي هو الايه الاي خلاص بتاع ايدي ها بعد كده بعد كده اعلى حته في الهيد اعلى حته في الايه في الهيد وبعد كده اخد اللي هو الايه النوتن بتاعي واحط السيستم ده كده عشان ما يجيش ايه زياده بالطريقه دي طلع كام 31 ايه سم. وطبعا اقيسه بالايه اعمل له كومباريزون بالايه بالنمبر دي بالنمبر ايه خلاص ده الهيست الكفر. نيجي تاني لا عايز حد يعمل تعالى واخد بالي طبعا من الكمبيوتر الجديد ان هو طبعا بيكون ايه على الخط مش على الايه مش على بعمل بريبير الاكوبمنت الموجود بتاع البرمجه الكتاب كنت من الكحول عشان اعملها كده معايا البروتين عشان اعمل دوكيومنتيشن الميجر الكتاب ببقى لمها كده علشان الانفكشن وبعمل هيست كونفرنس للفورهيد للاير فيلا وبعدي على الكتاب اللي هي اعلى منطقه في الهيد. بعد كده ناخد اللي هو الايه السيرش ايه الكونترا برضه اللي هو نزل الجهاز بعد ما بخلص الهيست الكونترا بنزل على طول على الايه على السيكشن
رموز ايه بقى؟ النبل طبعا ببقى عامله اكتبوز الستيب خلاص. باخد من ايه؟ من الليبل، امر على الايه؟ على الليبل نفسها، اندر الزله من ورا ايه؟ اندر اللي هو الايه؟ الكاميرا خلاص. واخد الميجرنج بتاعي بين هو الانسبيريشن والايه؟ او ممكن اخده مره بدون الانسبيريشن ومرة بدون الانسبيريشن واخد اللي هو الايه؟ المين بتاعته. ماشي؟ لازم تعدي زي ما احنا قلنا ايه؟ اندر ايه؟ الزله خلاص. كان بقى ممكن اخدها من قدام لورا، وممكن اخدها برضه زي ما احنا زي في الهيد نفس الستايل برضه. اهم حاجه انك تبقى مظهر بالحاجات اللي هي الايه؟ اللاين اللي احنا بنقول على الراوند النبل. في ناس تقول لك اوفر النبل يعني ايه؟ فوقيها. لا، هي بتمر بيها على طول، بتمر ايه؟ بيها على طول. خلاص برضه بنحط الفنجر بتاعنا كده. ماشي؟ ونشوف ايه الصفحة الكفرة 26 بالظبط. درجة الانسبيريشن ودرجة ايه؟ الانسبيريشن. ماشي؟ اكتر بس يبقى اقل من هو الايه؟ درجة الكفرة في الكيس ان هو 1 او 2 سم. ماشي؟ ده درجة الكفرة. عايز حد يعمله؟ تعالوا نشوف. قدر عندنا ايه بقى؟ ان شاء الله بكره لو في كليس ولا حاجه ناقصه فكرونا بيها عشان كل بكره موجود فاجيب لكم حاجه ناقصه. ماشي؟ عشان ان شاء الله باذن الله الجلوسن بتاعنا يوم ايه؟ الخميس ان شاء الله. طب دكتور واحدة يعني احنا هناخد عمل وبعدين نطلع محاضرة النظري؟ يوم ايه؟ يوم الخميس. بعد ما دكتورة امان. بصي ولكن لما يكون نزل الجديد ما تدوس كده وتجيبي عليها خاطر ما يحصلوش ايه؟ اشيله ارفع دي واخد اللي هو الايه؟ نزل الجديد من ايه؟ من تحت. او ممكن طريقه ثانيه ناخد من هنا النص بتاع الكتاب هنرفع على الليفل عند الارجل واجيبها من ايه؟ من الارض بتاعتها. ماشي؟ اللي عنده بقى في الفتره انا بخلي اختي الاستاذ ان هو يعمل ايه؟ يعني الهاند بتاعته بحيث ان يبقى 90 درجه، يعني 90 درجه. ماشي؟ الانجل بتاعته 90 درجه. خلاص؟ واخد من حته من عند بيحط لما بحط من قدام من هنا خلاص، لان هو البيت بتاع الايه؟ بتاع الارض ده. البيت بتاع الايه؟ بتاع الارض. واخد من الحته اللي اللي هو تقريبا الدوسس يبقى ايه؟ للقلب بتاع الايه؟ بتاع الضفاير. واخد اللي هو الايه؟ البيت بتاعتنا في ان هو هنا طلع 36 يبقى عندي كام؟ عند 18. واروح عامله ايه يا ولاد؟ واروح عامله في نفس الايه؟ مثلا كده. وطبعا هاخد اللي هو الايه؟ القراءه بتاعتي. ماشي؟ ده المتقلب في القمر. عايز حد يعمله؟ الواحد